tournament, لقب الهداف which is بعد لحظات. awarded to player number 9 from ISPAR, ابتسام جريدي. هدافة البطولة. لقب آخر لفريق الجيش الملكي تناله عن جدارة واستحقاق ابتسام جريدي. ابتسام عمل كبير تصل لتحقيق لقب أفضل هدافة مسابقة دوري أبطال أفريقيا للسيدات. هنيئا ابتسام بهذا التتويج بلقب أفضل هدافة في منافسات دوري أبطال أفريقيا. سادتي نقدم لكم أفضل لاعبة لبطولة دوري أفضل لاعبة في تشامبيونز ليج 2022. And now we present you, ladies and gentlemen, the best player of the tournament, player number 11 from ISPAR, فاطمة تقناوت. أفضل لاعبة في الدورة فاطمة زهرة تقناوت التي تنال اللقب عن جدارة واستحقاق. لقب ثالث لفريق الجيش الملكي. فاطمة زهرة تقناوت كانت حقا نجمة للدورة بامتياز، تنال هذا اللقب عن جدارة واستحقاق. فاطمة زهرة تقناوت لاعبة فريق الجيش الملكي بعد لقب أفضل حارسة، أفضل هدافة. هنا فاطمة زهرة تقناوت أفضل لاعبة. نمر إلى آخر جائزة فردية هذا المساء للاعب النظيف. The last individual trophy for this evening, the fair play award that goes to Team Faisal. لقب فاطمة زهرة تقناوت Player of the Tournament. فاطمة زهرة تقناوت جائزة روح رياضية سيتم توزيعها هي الأخرى بعد لحظات من الآن. سعادة كبيرة للمسؤولية الجيش الملكي بهذا التتويج المستحق بعد عمل جبار لكل فعاليات هذا النادي العريق. افريقيا سيوزع بعد لحظات الميدالية الذهبية على لاعبات الجيش الملكي. الميداليات الذهبية للفريق الفائز بدوري أبطال إفريقيا للسيدات المغرب 2022. Ladies and gentlemen, now the gold medals for the winners of the CAF Women's Champions League Morocco 2022. فريق الجيش الملكي. فريق الجيش الملكي في هذه اللحظة يتحول لتسلم ميدالية التتويج بلقب منافسات دوري أبطال أفريقيا للسيدات. المحطة الختامية، المشهد الختامي لهذه البطولة الأفريقية الناجحة على كل الأصعدة والمقاييس. لنذكر بمن صنعنا الحدث في هذه الأمسية المميزة، أمسية التتويج باللقب الأفريقي، أمسية رفع درع لقب هذه البطولة. فريق الجيش الملكي مجهود كبير، مجهود بطولي يصل للتتويج بلقب خديجة رميشي، زينب رضواني، سياب بوخامي، فاطمة دحموس، ابتسام جريدي، فاطمة تقناوت، نجاة البدري، عزة رباح، غزال الشيري، ضحى حمامو، شين أكبوماتي، هند حسناوي، زينب غزيل، إكرام بن جدي، نويلة بنزينة، غزلان شباك، أميمة حركوش، حسنة توفيق، حنان أيت الحاج، هدى المسور وشيماء أخجيج، إضافة للطاقم الفني لفريق الجيش الملكي والأطقم الإدارية والطبية ولجميع كل من ساهم من قريب أو من بعيد في التتويج بلقب هذه الدورة، هذه البطولة. لحظة التي ينتظرها الجميع، لحظة رفع لقب منافسات دوري أبطال أفريقيا للسيدات. عزة رباح العميدة القائدة من تولت القيادة طيلة أدوار هذه البطولة تتوجه إلى البوديوم لرفع لقب هذه البطولة في مشهد التاريخ، في مشهد يضاف لمشاهد التتويج التي ظلت عالقة بفريق الجيش الملكي من جيل لجيل منذ عقود. التتويج لاحق الجيش الملكي وارتبط بالجيش الملكي. هنا اللحظة الأهم، لحظة التتويج باللقب الإفريقي الغالي، لقب دوري أبطال إفريقيا للسيدات. هنيئا، ألف
مبروك للجيش الملكي، ألف مبروك لفريق الجيش الملكي، لكل من راهن على هذا الفريق، لكل من آمن بهذه المجموعة. ألف مبروك لكرة القدم النسائية المغربية. تتويج مستحق، تتويج يرفع رؤوسكن عاليا في سماء القارة الإفريقية، في أم القارات. مشهد رائع، مشهد في قمة الرقي، مشهد يلخص الوفاء والإخلاص لشعار الجيش الملكي، ومشهد للتاريخ. هي صورة نترك لكم المشهد كما هو، غير مرفوق به تعليق، لأنه أجمل تعليق هو هذه الصورة التي نتابع مباشرة من العاصمة الرباط.